هو الأخ العزيز والأستاذ المحجوب السالك، أحد مؤسسي جبهة البوليساريو، الذي سندندن حولها أنا وهو اليوم في هذا الحوار، الذي اتفقت أنا وهو سلفا ألا يكون فيه خطوط حمراء فيما يخص هذه الحركة ونشأتها وما هي عليه الآن وما ستؤول عليه والقيادات التي أسستها. أنا أولا باسمي وباسمكم نرحب بالأستاذ المحجوب السالك. أهلا وسهلا أستاذ الكريم. مرحبا وأهلا. المحجوب السالك اسمك الحقيقي أم مجرد اسم حركي أم ماذا؟ أنا في الحقيقة اسمي الحقيقي في الأوراق لما كنت أقرأ في المغرب داود السالك ولد محمد ولد العياد ولد المهدي. المحجوب اسم الحركي، والجفاف اسم المرحلة. لقينا يسير من التعب وقتلنا الجوع والعطش والمرض، ولما دخلتنا الروح قلت أنا لعنة الله على الجفاف كاد أن يقضي علينا، فأصبحت معروف باسم المحجوب الجفاف. ولهذا لأن الناس لا تعرفني في المخيمات درت اسم مركب المحجوب اسم الثورة، والسالك اسم الحقيقي، وأصبحت أعرف سياسيا بالمحجوب السالك. والناس التي تعرفني تقول المحجوب السالك، وهذا خطأ. المحجوب السالك اسم مركب من اسمين، اسم حركي واسم حقيقي. جميل. تفضل. سيكون لنا يعني أنا لدي عدة نقاط حول شخصك الكريم يعني وتنقلاتك في الجبهة منذ التأسيس إلى أن أخذت موقف من القيادة هناك، وأيضا لكنني سأؤجل هذه إلى نصف الحوار. دعني في الدقائق الأولى معك أستاذ الكريم أن نتكلم قبل أن نتكلم عن نشأة الحركة أو الجبهة، النشأة الحقيقية واليوم الأول ومن هو صاحب الفكرة. كلمنا أولا عن المؤسس نفسه الذي هو الوالي أو الولي مصطفى السيد. من هو؟ ماذا كانت جنسيته قبل أن يؤسس هذه الحركة؟ عندما درس في المغرب من كان وماذا كانت جنسيته وبأي جنسية تحرك؟ أعطينا نبذة عن هذا المؤسس الذي أنت عاصرته شخصيا. الولي مصطفى السيد، لنكون واقعيين وحقيقيين، الولي مصطفى السيد ليس إنسانا عاديا. الولي مصطفى السيد كان إنسانا عبقريا بما في الكلمة من معنى، ولهذا مات في ريعان شبابه 28 سنة، لأن العباقرة لا يعمرون طويلا. كان في جنوب المغرب ودرس في المغرب، ودراسته الأخيرة كانت في جامعة محمد خامس بأجدال بالرباط. كان مثله مثل كل الصحراويين الذين كنا ندرس بالمغرب، عندنا جنسية مغربية وعندنا بطاقات وطنية مغربية. لكن الولي رحمة الله عليه بعد 1970 لما وقعت انتفاضة إبراهيم بصيري، وهو صحراوي أيضا، كان يقرأ في المغرب، وفشلت الانتفاضة في 17 يونيو 1970. قرر الولي أخذ المجهر وبدأ اتصالاته بالصحراويين، وبعد ذلك بدأ اتصالاته بالطلبة الجامعيين والثانويين في المغرب ليؤسس حركة تتحضر لتحرير الصحراء، وسميناها ذاك الوقت الحركة الجنينية لتحرير الساقية الحمراء وواددها. من الأسباب وقمنا بمظاهرات 1900. نعم، من الاستعمار الأسباني، تحريرها من الاستعمار الأسباني. كان غير الاستعمار الإسباني. ولهذا قمنا بمظاهرات في طنطان في مارس 1972، وتم اعتقال الولي وبعض الرفاق معه. لكن صحراوي محامي اسمه العبديلة رحمة الله عليه تدخل بكل ما أوتوا بقوة وأطلق سراحا، فلم يتوجهوا للمحكمة. بعد ذلك قام الولي ومن معه من الشباب الجامعيين بالاتصالات بالأحزاب المغربية. اتصلوا بحزب الاستقلال، اتصلوا بالاتحاد الوطني بوعبيد، الاتحاد الوطني للقوى الشعبية، اتصلوا بحزب التقدم أي الحزب الشيوعي المغربي علي يعتى، اتصلوا بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب، اتصلوا ب 23 مارس، اتصلوا بالأمام، وجاءهم كشباب صحراويين مغاربة يريدون من يساعدهم لتحرير أرضهم التي استشهد من أجلها آباؤهم الذين كانوا في جيش التحرير 1958. على الفاسي قال لهم شو قاتلوا وأنا أفاوض باسمكم. علي بوعبيد وعلي يعتى قال لهم روحوا الدراري سياسة واعر عليكم. دريس البصري الذي كان أمينا عام لوزارة الداخلية ساعتها لم يستقبل وزارة الداخلية، استقبلهم في منزله، ولما طرحوا عليه مطالبهم قال لهم وباللغة الفرنسية لا أريد أن أفسد العلاقات المغربية الإسبانية من أجل مجموعة من الرعاة، وهذه مجموعة الرعاة هم الجنوه وجعلوه يموت يتطفل في الخارج بين إسبانيا وفرنسا. هذه الحقيقة احتقار للنظام المغربي.
واحتقار المجتمع المدني المغربي واحتقار الأحزاب المغربية للشباب الصحراوي هو الذي دفعهم إلى أن يؤسسوا البوليساريو. هذه قلتها في الرباط شخصيا. جيد. قلتها في الرباط. بعد ذلك رجع الولي رحمة الله عليه وجماعته وقمنا بالمظاهرات في شهر 5 1972 في طنطا. شعاراتنا واضحة: بالكفاح والسلاح نفدي الصحراء بالأرواح. الصحراء تصبح حرة وصبانيات خرج برا، لا أقل ولا أكثر. بدلا من يساعدونا اعتقلونا واعطونا التعذيب والهراوه، وبعدين قال المسؤول وهو يشير بيده الى الجنوب: هذا المغرب ما تدروناش في وضعنا، روحوا للصحراء حروها. وخرجنا وتأسست البوليساريو، ولذلك وساعتها لكل مقام مقال. سنأتي إلى هذا السرد التاريخي. دعني في المؤسس نفسه الولي مصطفى السيد. كيف مات المؤسس؟ مقتولا أم مسموما أم طبيعيا؟ لا الولي مات رجلا في ميدان المعركة. خلينا من الدعايات، أنا أتكلم معك بالحقيقة كما هي، وكنت من أقرب الناس إليه. نعم. لم يقتله أحدا. لا مات ببندقيته ومجاهدا واقفا مكافحا ضد الموريتانيين. لما وجد نفسه في وضعية أكبر منه في 1975 وشاف الناس خرجت من بلادها وجات الأرض قاحلة في جنوب الجزائر والوضع صعب، اعترف وقال لنا في الجزائر: لقد جرنا في حق شعبنا. وواعيا منه بتلك المسؤولية وبأنه إنسان عبقري ويقدر المسؤولية، توجه ليموت في الميدان لكي لا يقول للناس: جئت بكم إلى الحمادة وبدأت أتاجر بكم. ولهذا مات واقفا ببندقيته في قال: لقد أجرمنا في حق شعبنا. ماذا يقصد؟ تمام. أجرم كيف أجرم؟ لماذا 1974 عن طريق خليه لنا ولد الرشيد اللي هو الآن صاحب الكوركاس في الرباط، قالت له: اسبانيا سنؤسس لك حزبا اسمه حزب البونس، وعليك ان تتوجه للحديث والتفاوض مع البوليساريو لتتحدوا، وانا مستعد نعطيكم حكم ذاتي وبعد ذلك نعطيكم الاستقلال في الصحراء. الولي ومجموعته بحكم انهم شباب صاحب الكوركاس في الرباط، قالت له: اسبانيا سنؤسس لك حزبا اسمه حزب البونس، وعليك ان تتوجه للحديث والتفاوض مع البوليساريو لتتحدوا، وانا مستعد نعطيكم حكم ذاتي وبعد ذلك نعطيكم الاستقلال في الصحراء. الولي ومجموعته بحكم انهم شباب لم يستوعبوا الفكره وقالوا لا. بعد 75 تاكدوا لي انه كان خطا. كان لو كنا اتفقنا مع خليل ولد الرشيد ومع اسبان ما كنا حملنا شعبنا هذه الهجره الخطيره الى ارض قاحله حتى الحيوانات لم تستطع العيش فوقها. لهذا قال: نحن واجرنا في حق شعبنا بهذه الوضعيه اللي وصلنا لها. ووفاء منه بالمسؤوليه توجه ومات في الميدان في الوقت اللي بقي اصحابه ورفاقه يتاجرون بتلك المعاناه حتى اليوم. جيد. إذا دعني أدخل في الجبهة ذاتها، هذا الكيان الذي يعني أثار الكثير من المشاكل. هل هو من رحم الصحراء حقيقة؟ أريدك أن تقنع الجمهور اليوم والناس يشاهدونك بأعداد كبيرة جدا. هل هذا الجسم أو هذا الجماعة وهذا الجبهة البوليساريو من رحم الصحراء أنتم أوجدتموها مع الوالي مصطفى السيد، أم أنها صناعة أجنبية جاءت من هنا ومن هناك؟ من دعمها؟ من غذاها؟ كيف نشأت منذ البداية الفكرة الأولى للبوليساريو؟ يعني اسمح لي أكون صريح معك يا أستاذ أسعد الشرعي. هذه الجبهة هي من واقع وأصول الصحراويين، الشباب الصحراوي أبناء جيش التحرير الذي كانوا يدرسون في المغرب، هم من فكر في الثورة وهم من أسسها. لماذا؟ لأن والدينا حاربوا 58 ضد الاستعمار الإسباني تم اغتيال جيش التحرير. ولكي أؤكد لك، أنا لما قررت دخلت الجبهة مع الوالي 72، ولما قررت أترك الدراسة وأحمل بندقيتي ضد الاستعمار الإسباني، والدي رحمة الله عليه وهو إنسان ضابط صف في الجيش المغربي لا يعرف من السياسة ما عدا الله الوطن المليك، قال لي: يا ولدي بعدك من السياسة وخلي عنك الصحراء نهار يبغي يحررها الملك غادي يحررها. أنا والدي لا أستطيع أن أرفض له. لم أتكلم، ولكنني قررت أنني ذاهب إلى الثورة. ولما ذهبت كتبت له رسالة
يا والدي الحنون لا تغضب علي، أنا متوجه للجهاد في سبيل الله ضد الاستعمار الإسباني على طريقك أنت ومن معك من أبطال جيش التحرير. ووضعتها له تحت الباب، وبعد انطلاقتي بيومين وجد الرسالة لكي نؤكد لك على أننا كنا ماشيين على طريق جيش التحرير، لكن الخطأ اللي جعلنا ندخلوا طريق أخرى هو احتقار المجتمع المدني المغربي لنا كشباب صحراويين وابناء جيش التحرير. أردنا أن نواصل طريقة آبائنا لتحرير الصحراء. احتقار عذبونا. نعم، احتقار ماذا؟ احتقار المجتمع احتقار المجتمع المدني، الأحزاب المغربية والنظام المغربي لنا كشباب صحراويين. بدل من يساعدونا عذبونا وقالنا نروحوا الصحراء حروها. لما جينا للصحراء باش نحروها واسسنا البوليساريو بناء على قناعاتنا الذاتيه. اسمح لي نقول لك يا استاذ، على الاسلحه التي اجرينا بها اول عمليه عسكريه ب 20 ماي هي اسلحه من ابائنا واجدادنا الذين كانوا مقاتلين في جيش التحرير. لم يكن فيها ولا سلاح واحد حديد ولا واحد. لكن لما اعلنا الثوره بدات المصالح. تدخل القذافي يريد ان يجعل بؤره ثوريه في المنطقه تفجر الاخضر واليابس. تدخلت الجزائر ايضا لمصالحها خوفا من سيطره القذافي على المنطقه، وساعتها اصبحنا بيادق في اشياء اكبر منا. هذه هي الحقيقه، لكن المسؤوليه تتحملها النخبه المغربيه والمجتمع المدني المغربي الذي دفعنا الى تاسيس البوليساريو. هذه واقع تاريخيه لا يمكن لاحد ان ينكرها اليوم، لا حتى من الاطارات المغربيه ولا غيرهم، لان احنا كنا مجموعه شباب مغاربه جنسيتنا مغربيه ندرس في الجامعات والثانويات المغربيه، وبالتالي فرضوا علينا ان نؤسس حركه بعد ذلك تولتها امور ثانيه. تفضل. يعني انت كانك تقول، انا فهمت هكذا من كلامك، انه كما سميت انت او كما قلت انت احتقار المجتمع المدني والاحزاب لكم كصحراويين هو الذي دفعكم لتاسيس البوليساريو. هل هذا الفرضيه صحيحه؟ ثابته، وقلتها في الرباط، قلتها في الرباط، في محاضره في الرباط امام النخبه المغربيه، لانهم لو كانوا اعتبروا طلبنا وساعدونا لتحرير الصحراء ما كنا خرجنا ولا سنا البوليساريو. كنا كافحنا اسبانيا من جنوب المغرب، عندنا اكبر حدود مع، وفي سنه وسنتين ستتسلم اسبانيا وستكون الصحراء حره. هم دفعونا للبوليساريو وتاسيس البوليساريو، ذاك شيء اخر. تفضل. طيب انت يعني ماذا اقول، انشقيت ام حصل لك خلاف؟ الان انت لست على وفاق لا مع الجزائريين ولا مع القياده الحاليه للبوليساريو. هل نفضت يدك من الجماعه برمتها ونسميك منشق اليوم، ام ان مشكلتك مع القياده فقط ومع الجزائريين؟ اريد ان اوضح لك بعض الامور. الثوره في حياه الولي كانت ثوره من اجل مصلحه الصحراء، قدسيتها وبطهارتها وبنبلها. استشهاد الولي خدم الجزائريين بدرجه لا تتصور. لم يكونوا يحلمون بان الولي، لان الولي هو الانسان الوحيد الذي كان لا يطيع لا الجزائريين ولا الليبيين، بل كان يستخدم الجزائريين والليبيين لمصلحه الصحراويين. لهذا لما مات استغلت الجزائر استغلال يعني كانت نقطه في فائده الجزائر لم تكن تحلم بها. لماذا؟ لكي يؤكد لك الامور. لما استشهد الولي رحمه الله عليه اصبحنا نقول احنا بان الجزائر سرقت منا ثورتنا واعطتها لقياده عاجزه فاسده فاشله تخدم مصلحه المخابرات الجزائريه والدوله الجزائريه قبل ان تخدم مصلحه الصحراويين. والنتيجه هي الان 50 سنه ونحن نعانون في جحيم الحماده جنوب تندوف. لا افق للمستقبل، لا افق للحل، ليس هناك ما عدا الانتظار الممل والقاتل الى ما لا نهايه. لهذا قررت الجزائر ان يتم اختيار محمد عبد العزيز. محمد عبد العزيز صحراوي من اصول جزائريه ولديه الاوراق الوطنيه الجزائريه، لانه هو ومجموعه معهم الصحراويين جاءتهم الدرك الجزائري في تندوف، ف 74 يطلبون منهم الالتحاق بالتجنيد الاجباري. لهذا قررت الجزائر وفرضت على البوليساريو ان تختار محمد عبد العزيز. لم يكن من اللجنه التنفيذيه يعني السلطه العليا، كان من الاطارات الوسطى، فاصبح هو الامين العام للجبهه، وهو معروف بولائه واخلاص الجزائر، حتى الجميع يعرف على ان كل خطاباته فيها دقائق معدوده لشكر الجزائر وتمجيد الجزائر.
هنا لم تثير الناس الانتباه كثير لأن كانت الحرب وكانت الاستشهاد وكانت الموتى، لكن تأكدنا بعد ذلك على أن الجزائر سرقت منا ثورتنا وأعطتها لقيادة عاجزة وفاشلة تخدم مصالح المخابرات الجزائرية. والجزائر قبل أن تخدم نحن كصحراويين خرجنا من أرض وطننا نريد أن نرجع إلى بلادنا، وأرض اللجوء التي كان الولي يريدها قنطرة عبور نحو الوطن أصبحت بديلا عن الوطن، لأن القيادة استغنات وبنات الأموال الطائلة في هذه الأرض القاحلة. لهذا كانت الأمور أنا زعتها، كنت مناضلا بالبوليساريو وأتحمل مسؤولية الدعاية الإعلامية للبوليساريو. لكن 1979 أثار انتباهي أن بدأت اختطافات واعتقالات داخل المناضلين الصحراويين، ومنهم من أنا هو الذي دخلته الجبهة، في عبد الله مسعود هو موجود حالا في نواديبو، وفي خليهن كان مسؤول في الهلال. لما جيت المدير الأمن ساعتها واحد اسمه بطل سيد أحمد، وقلت له على أن هذه الأمور لا يمكن أن تسير بهذه الطريقة، نحن ثورة من أجل التحرير والاستقلال وليس ثورة من أجل القمع والإرهاب والاعتقالات والاختطافات والسجون السرية. إذا فبالتالي نحن سنكون احنا وفرانكو نفس الطريقة. النتيجة اللي جاوبني بها محجوب، خلي عنا ذيك الأمور بديها في ذاتها، هذه قضية مخابرات ونحن أدرى بأخبارنا. وهنا بدأت صراعاتي مع القيادة، نتيجتها أن 1982 اختطفوني وقضيت 7 سنوات في قبر تحت الأرض مع التعذيب. ما لا أكل لا أشرب، ما عندي ورقة، عندي قلم، ما عندي ستيل، ما عدا قبر تحت الأرض. صور أنت يا أستاذ قبر تحت الأرض في درجة حرارية 56 درجة، يا لطيف، وفي درجة حرارية 0 هذا الوقت الآن 0، ومع هذا التعذيب ما تخرج من القبر للتعذيب، ترجع من التعذيب تبقى في القبر إلى أن تتحمل. من اعتقلك؟ من الذي اعتقلوك؟ هم اعتقلت قيادة البوليساريو. جاتني سيارة الخيمتي قالوا لي تفضل ينتظرك البشير مصطفى السيد في مدرسة 12 أكتوبر. توجهت مع السيارة، في نصف الطريق تظهر بي 4 رجال قيدوني، غمضوا عيني، فتحت عيني في قبر تحت الأرض في أرض قاحلة لا أعرفها، شمال شرق تندوف ب 45 كيلومتر. طيب، وكانت جريمة لأن كانت هناك أكثر من 250 مفقود، العكس 560 مفقود صحراوي، بين من مات بين من فقد عقله. وأنا الذي أتكلم معك إذ كنت خرجت سالما من ذلك السجن، فتلك رحمة أحمدها لربي يوميا، لأن الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود. وللتوضيح أكثر لوحشية هذا السجن، أن والدي وإخوتي كانوا في سجن قلعة مقونة بالمغرب، ولما خرجوا والتقيتهم حكوا لي ظروف سجنهم، فاعتبرت أن سجن قلعة مقونة يعدل فندق 5 نجوم مقارنة مع سجن الرشيد تعقيات البوليساريو قبح الله سعيها. لا، الحقيقة هذه يا أسعد، مرارة هذه الحقيقة. طيب أنا يعني عندي سؤال ربما يعني سيختصر المشهد لمن هم مشارقة مثلي لا نفهم تفاصيل الصحراء ودهاليزها. لكن قبل أن أتي بهذا السؤال، خبرني عن علم البوليساريو. يعني كأنه علم فلسطين أضيفت له نجمة وهلال. لا اسمح لي أقول هذا ما يقال، لكن اسمح لي أكون واقع معك. أنا هو اللي اخترت العلم في المؤتمر الثاني. أنت من اختار العلم؟ أنا شخصيا اخترت العلم في المؤتمر الثاني، واخترته على أساس أني كنت في لجنة المؤتمر وكنت في لجنة العلم والمبادئ والشعارات. ماذا اخترت يا أستاذ؟ أنت اخترت علم فلسطين أضفت له نجمة. لا اسمح لي أقول لك بكل صراحة، صدق أني ساعتها لا أعرف العلم الفلسطيني. وضعت هذاك العلم وشرحته. كيف شرحته؟ تصور الشرح اللي شرحته، لأن كان رفيق معي في نفس اللجنة، وضع نجمة وهلال صفراء وجمل، وقال هذه هي راية الصحراء. لما جينا للمؤتمر أعرض هو الجمل والنجمة والهلال، وأنا عرضت الراية. قلت لهم في البداية الأكحل هو زمن الاستعمار، الأبيض هو زمن الثورة، لحظة هو زمن البناء. لحظة، الأسود تفضل. الأسود زمن الاستعمار، الأبيض زمن الثورة، الأخضر زمن البناء والتشييد، والأحمر هو الدماء في البداية، المقاومة الغير منظمة. ومع الأبيض ازداد الدم هو الثورة، وفي الأخضر يعني ضد أعداء الثورة. ولما شرحتها سبقوا المؤتمرات واعتمدوها علم رسمي، وسنة بعد ذلك اعتقلت تحت ذلك العلم وعذبت تحت ذلك العلم الذي كان بالشرف اللي اخترته. الهلال والنجمة، العروبة والإسلام.
يعني أنت في تلك اللحظة لا تعلم علم فلسطين ولا تدري لا أعرف أبدا العلم الفلسطيني، وأقول لك صراحة. يعني مصادفة الموضوع. مصادفة بعد ذلك عاد يقولوا لي أنتم اخترتوا فلسطين، مع معذرة لأني اخترته في شهر 8 1974، يعني عمره 18 سنة. طيب شاب صغير هل ما زلت تعتمد هذه الراية أنت وأنت من اختارها؟ هل ما زلت تعتبرها رايتك؟ يا أخي لم أعتمدها لأني سجنت تحتها وعذبت تحتها، ولهذا عرفت عنها. استغلها آخرون ليتاجروا بها، كما استغلوا الثورة التي أسستها ليتاجروا بها. طيب أنا عندي سؤال عشان اختلطت علي الأمر. الآن أنت المحجوب السالك كنت في البوليزاريو ضد الأسبان، اليوم البوليزاريو ضد المغرب. هل أنت مع مسألة الجمهورية الصحراوية أم أنك ترى الصحراء مغربية؟ لا، أنا كنت مع الجمهورية العربية الصحراء والديمقراطية وأعطيت 35 سنة. كنت مع الجمهورية العربية الصحراء والديمقراطية وأعطيت 35 سنة، وأنا لسان البوليساريو عبر وسائله الإعلامية من إذاعة وجرائد. لكن لما تأكدت بأن هذه القيادة أفسدت الثورة، وبعد اعتقالي داخل الزنازين السرية للمخابرات البوليساريو، تأكدت بأن هذه القيادة لن تذهب بنا لا للاستقلال، ولا هناك لا استقلال ولا شيء. هناك حركة أصبحت تستخدمها الجزائر لإزعاج المغرب. طيب. لهذا احتقرت كل شيء، وقررت أن أعارض هذه القيادة لتغييرها أو لفتح الحوار إلى أين نحن ذاهبون. رفضت القيادة فتح الحوار، نزعوا مني جواز سفر للجزائري، حرموا علي الدخول للجزائر والمخيمات. نعم. لهذا أعلنت المعارضة وسميتها البوليساريو خط شهيد. هدفها لا لاحتقار كرامة الإنسان الصحراوي من طرف أي كان، لا المغرب ولا قيادة البوليساريو ولا الجزائر، احترام كرامة الإنسان الصحراوي. مع من تدين يعني هذه الحركة الجديدة شهيد أو امتدادا لمن؟ هل أنت امتدادا لأفكار الولي رحمة الله عليه، امتدادا للثورة القدسية، لقدسية ونبل الثورة الصحراوية في بدايتها، يعني قبل أن تتحول إلى متاجرة، بوليساريو قبل أن تتحول إلى بيت بوليساريو داخل البوليساريو، حركة إصلاحية داخل البوليساريو. طيب أنا أريد أفهم، لأنه البوليساريو الآن هي على العداء مع المغرب وتعتبره محتلا. تمام. وأنتم أوجدتم البوليساريو سابقا ضد الاستعمار الفرنسي، اليوم ما في استعمار فرنسي، إذا أنت الإسباني نعم. إذا أنت في حركتك الجديدة هذه أمام من تناضل؟ من هو عدوك؟ يعني من هو عدوك الرئيسي؟ عدوي كل من يتاجر بمعاناة الإنسان الصحراوي، عدوي كل من يهين كرامة الإنسان الصحراوي، سواء جزائري أو مغربي أو بوليساري. لهذا قررنا على أننا يجب أن نبحث عن حل ينهي هذا النزاع ويوحد الشعب الصحراوي. نريد أن نبحث عن حل لكي لا يبقى النساء والأطفال في المخيمات إلى ما لا نهاية. 47 سنة من اللجوء كثيرة جدا. والوضع الحالي لما جمعنا في خط الشهيد منذ شهور وناقشنا قيادة خط الشهيد وناقشنا إلى أين نحن ذاهبون، تأكدنا نظرا لعجز قيادة البوليساريو ولتردد الجزائر وللقوة الدولية العظمى التي تتحكم في الصراع والأمم المتحدة، تأكدنا أنه لم يبقى هناك من حل إلا حلين اثنين لا ثالث لهما: البقاء في الجحيم الحمادة إلى ما نهاية، أو الحكم الذاتي. لهذا كانت لدينا الشجاعة أن نقول نعم للحكم الذاتي لإنهاء معاناة نسائنا وأطفالنا وكلنا القيام إلى ما لا نهاية. الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. تماما. لما يكون حكم ذاتي نتكلم في إطار دولة الحق والقانون ضمن ضمانات دولية تحت السيادة المغربية. إذا لأن تأكدنا يا أستاذ بعد 49 سنة على أن الاستقلال حلم. لا الدول الكبرى تريد أن تكون هناك دولة بين المغرب وموريتانيا، لا الواقع الحقيقي وهم، لا الواقع الحقيقي يمكن. إذن على الأقل يجب أن لا نبقى ضحايا الأحلام وضحايا الوهم. يجب أن تكون لدينا الشجاعة، وهذه السياسة. التاريخ لا يعود إلى الوراء، واللحظات السياسية لا تتكرر. إذن يجب أن تستغل لحظتك السياسية، وإذا فقدتها فقد فقدتها. 1988 لما استقبل الحسن الثاني قيادة البوليساريو في مراكش، قال تفضلوا هاكل صحراء، وطاها في الصحراء، قال خلوا العلم خلوا للدرهم، يعني خذوا صحراء. هذا ما قدرش يخذوها لأنهم خاضعين للجزائر، وهنا فقدنا أي شيء. الآن إذا وقع الحكم الذاتي حاليا، وقعت انتخابات حرة ونزيهة في الصحراء،
لن ينجح أي واحد من قيادة البوليساريو لأنهم مجرمين، ولأن فضحتهم الانتهاكات الصارخة على حقوق الإنسان، وفضحتهم ضحايا الرشيد، ضحايا السجون الذين قاموا بحملة عن هذا الواقع الرهيب، هذا السجن الرهيب أجعل البوليساريو مجرمين. سأسألك عن سجن الرشيد، دعه لأنه سيدخل في يعني في محور الجزائر وماذا تريد الجزائر منكم. يعني أنت بصراحة أنا أسألك، أنا يمني مشرقي، هل ترى الصحراء مغربية أنت المحجوب السالك؟ أنا أرى أن الصحراء للصحراويين، وإذا كانت مغربية فيجب أن تكون بموافقة الصحراويين وباحترام كرامة الإنسان الصحراوي صاحب الأرض، لأنه لا يجب أن نخادع المغرب يقول لك الوحدة الترابية. لا يا أستاذ، الصحراء ماشي تراب، الصحراء ماشي فوسفوط وسمك ورمال، لا الصحراء بشر، الصحراء أفراد، الصحراء ناس. إذا يلا تكون الصحراء ماشي الوحدة الترابية، تكون الوحدة الشعبية والوحدة الترابية. إذا قبلني أنا كصحراوي صاحب هذه الأرض، حتى ولو كنا 4 أفراد أو 20 فرد أو أقل، لكن على الأقل نحن أصحاب الأرض. صحراوي مغربي، إذا يجب أن إذا قبل بينا نحن كأهل الأرض، ولما تقبل بنا نحن تكون الصحراء مغربية ما عندنا زعل، لأننا ما عندنا حتى الصحراء جزء من المغرب العربي الكبير. ليست عندي العقلية الانفصالية أنها ستؤدي إلى نتيجة. أنا المهم عندي على أني لما كافحت 47 سنة يجب أن يعيش الإنسان الصحراوي الذي كافح محترما رأسه مرفوع، يعيش بدون الحق والقانون، ولا تهان كرامته من طرف أي كان. هذا هو ما نريد. طيب أنا ذهبت إلى العيون، وكنت ذاهب إلى تندوف، للأسف الشديد ما سمحوا للجزائريين، وكنت ذاهب إلى الجزائر أيضا فرفضوني، قبلوني المغاربة. وجدت مدينة اسمها العيون، نوعا ما نموذجية، فيها مستشفى، فيها مدرسة، فيها حياة كريمة. بوشدور زرتها، وزرت الوالي، وزرت العامل، وأيضا الداخلة. هذا شعب هناك ماذا تريده أن يقول مثلا؟ كل الحياة الذي هو فيها تحت السيادة المغربية. لماذا الحكم الذاتي اليوم إذا كانت 3 مدن بمن فيها تعيش حياة لا تقارن بالمخيمات؟ أنت لماذا الآن تفرض الحكم الذاتي الآن؟ لماذا لا تكون مغربيا على الأقل حتى تخرج من عباءة الجزائر الذي أذلهم في المخيمات، وبعد ذلك يكون الحديث عن الحكم الذاتي؟ يا أستاذ، نحن لما حقرونا المغاربة وأسسنا الثورة من أجل حرية الإنسان الصحراوي، وبعد ذلك أعلنا الحرب ضد المغرب 16 سنة، 16 سنة من الحرب الضروس الرهيبة. إذن على الأقل ثمرة نضالي وثمرة كفاحي تستحق الحكم الذاتي. والحكم الذاتي لما أعطاه المغرب، أنا شخصيا قلت لهم الحكم الذاتي ثمرة من ثمرات كفاح الشعب الصحراوي. إذن هذا الإنسان على الأقل يكافح وناضل بظروف قاهرة وظروف سيئة، على الأقل يجب المغرب أن يحترمه ويخلق معه ثقة، وتكون هناك ثقة ما بين الإنسان الصحراوي والحكومة المغربية والمخزن المغربي، وبالتالي يعطي حكم ذاتي للصحراوي ليسيروا أمورهم بنفوسهم، وهذا ما فيه أي مانع، والملك اعترف بها، خاص فقط التطبيق. والتطبيق إذا كانوا ينتظرون تطبيق الحكم الذاتي مع قيادة البوليساريو، قيادة البوليساريو لن توافق الحكم الذاتي أبدا، لأنه قرارها ليس في يدها، قرارها في يد الجزائر، والجزائر لن توافق على الحكم الذاتي لأنها تريد نصيبها من الغنيمة، والمغرب لا يريد أن يعطي شيء من الصحراء للجزائريين من أجل حل النزاع، وتبقى القضية هكذا إلى مدى النهاية. أنا قصدت يعني أنه أنتم كصحراويين يعني منقسمين. هناك من هو يدين بالولاء للمغرب وأنه مغربي حتى النخاع، وهذا تقريبا السواد الأعظم في ال3 المدن وفي البوادي أيضا. وهناك مجموعة يدينون بالولاء للجزائر. يعني أنت أمام خيارين، يعني أنت إما أن تكون مغربيا أو تكون مرتهنا للجزائر. لماذا لا تختاروا يا أخي؟ لماذا لا تختاروا؟ والاختيار واضح، يا إما المخيم إما مدينة العيون. لم يسمح لنا بالاختيار يا أستاذ، لم يسمح لنا. أنت لما تسمح لي بالاختيار، إذا أنا كافحت وناضلت وكنت في أرض قاحلة 40 سنة سأسمح لي بالاختيار، نختار الجزائر ولا المغرب ولا الاستقلال. من الذي لم يسمح لك؟ من؟ الأمم المتحدة لم تسمح لي بالاستقرار. الأمم المتحدة 30 سنة وهي تدعي، عندها لجنة اسمها لجنة استفتاء تقرير المصير، اسمها المينورسو، موجودة في الصحراء 32 سنة لم تقم بأي شيء. إذا أعطيني الخيار، إذا ما أعطيتني الخيار هذا اللي تحت الجزائر سيبقى تحت الجزائر، وهذا تحت المغرب سيبقى تحت المغرب، وهذا هو الذي لا نقبله نحن في خط شيء، لا نقبل هذا التقسيم، لأننا متأكدين والعالم متأكد عن أي دولة في الصحراء يا إما مغربية أو جزائرية. لماذا؟ لأن الشعب الصحراوي هو مجموعة قبائل، ها هو يتصارع الآن في الحمادة على سبة شيء لا وجود له. إذا المنطقي والمقبول والمعقول هو على أنك تحترم كرامة الإنسان الصحراوي،
وتعطوا الحكم الذاتي كتمر الكفاح ونضاله وتضحياته، وهذا الحكم الذاتي يكون في إطار دولة الحق والقانون، في إطار الدولة المغربية. ما عندنا منازع، ما عندنا مشكلة، رغم أن الجزائر لا توافق على ذلك ولن تقبله. إذا أنت لا محلين اثنين، إما أن ترضي الصحراويين وتعطيهم حكم ذاتي يسيروا به أمورهم ومسائلهم في كيف قلت أنت في العيون في بوجدور وفي الداخلة والسمارة، أو تبقى القضية لما نهاية شعب مشتت، مجموعة تحت الجزائر ومجموعة في الصحراء، والقضية إلى ما لا نهاية. ونحن لا نريد لشعبنا أن يبقى مشتتا إلى ما نهاية تتاجر به الجزائر من جانب، ويتاجر به أولئك الذين يحلبون الدولة المغربية في إطار سياسة الريع الذين يعيشون في المناطق التي يديرها المغرب. هل أنت نادم أخي المحجوب السالك، هل أنت نادم على مسيرتك مع البوليساريو السابقة قبل أن تنحرف؟ هل لا، في الحقيقة في البداية مع الولي لم أكن أندم، لكن بعد استشهاد الولي ندمت أنني قضيت 35 سنة مع قيادة قبلية انتهازية، ومع شعب مجموعة من القبائل لا تحترم اللسان ولا مقدراته ولا مستوياته، قد ما تحترم انتمائه القبلي. أكون صريحا معك في هذا الوقت. طيب أنا أريدك أن تعطيني كذا نبذة من منذ الولي مصطفى السيد إلى اليوم إبراهيم غالي. أعطيني نبذة عن رؤساء البوليساريو على واحد في نبذة مختصرة. أين ولدوا، أين نشأوا، أين درسوا، كذا مختصر. محمد عبد العزيز ازداد في الصحراء وعاش في تندوف، ورجع مع والده 1962 بعد استقلال الجزائر، وبعد أن رفض الكثير من الرقيبات بتندوف دخول لايفلن لتندوف وحملوا العلم المغربي 62. ولهذا اختارته قيادة البوليساريو، اختارته الجزائر قيادة البوليساريو، وبعد ذلك تم تزويجهم من محمد عبد العزيز. محمد عبد العزيز هو الثاني بعد الولي مصطفى السيد. هو بعد الولي مباشرة، بعد الولي مباشرة. وبعد ذلك زوجوه من ابنة عمدة تندوف لتصبح هي الرجل القوي في البوليساريو إلى أن مات محمد عبد العزيز. وبعد ذلك هي مرضها عليها أكثر من قوس، يقولون بأن المسؤول عنها هو المخابرات الجزائرية والله أعلم. هذا بالنسبة لمحمد عبد العزيز. بالنسبة لإبراهيم غالي، على عبد العزيز المراكشي. نعم عبد العزيز المراكشي. يسموه المغاربة المراكشي، لكن في الحقيقة ليس مراكشي. درس في مراكش ودرس في الرباط، ولكن هو أصلا ازداد في تفاريتي وعاش في تندوف. وبعد ذلك طنطان، ومن الطنطان درس في مراكش، ومن مراكش درس في الرباط، ومن الرباط توجه للبوليساريو. أنا أعطيك الحقيقة كما هي بعيد عن ده. إبراهيم غالي أهله أصلا من نواحي مراكش، وزاوية مشهورة عندهم، زاوية مشهورة هم شرفاء، زاوية مشهورة في نواحي مراكش. لكنه جاء للصحراء صغير جدا، وعاش في الصحراء وتربى فيها، وشارك في انتفاضة الزبلة. وبعد ذلك مع البوليساريو تم دائما مسؤول في البوليساريو، ولكنه لم يكن مؤثرا أبدا نظرا لضعفه وضعف شخصيته. لهذا اختارته الجزائر لضعفه، لكي تسيطر عليه، لكي يبقى خاضعا للسلطة لا أقل ولا أكثر. ولهذا منذ تولى السلطة في البوليساريو لم يغير أي شيء. إبراهيم غالي المسألة الوحيدة الذي غيرها أشعل لنا القرقرات، وبالتالي فقدنا القرقرات، فقدنا 600 سيارة للمواطنين الصحراويين كانوا يتاجروا بها، لم نعد لدينا حق للوصول البحر المتوسط، وأصبحنا ضحية للطائرات المسيرة ذاتيا. وهو يحاول أن يبني قصرا $1,500,000 في تندوف. معناها أنه يريد أن تبقى القضية إلى ما لا نهاية. هذا في تندوف دولة جمهورية جنوب الجزائر أو جمهورية تندوف، والصحراويين راهم يعيشون في الدول التي يديروها في الدول عفوا المدن التي يديرها المغرب راحة وامتياز. طيب إبراهيم غالي ضعيف شخصية وهزيل، ولذلك تستغله الجزائر. أنا أريدك مثلا وأنت صحراوي وتدرك العقلية الصحراوية جيدا. خلاص إبراهيم غالي عرفنا أنه أداة جزائرية، هو ومن معه في قيادة الجبهة اليوم. الصحراويون الذين في تندوف يعني هل يدركون أنهم مجرد أوراق تستهلك من النظام الجزائري؟ هل يدركون أن الجزائر لا تنفق عليهم من أجل سواد عيونهم، وأنهم مجرد ورقة سياسية؟ أنا أريد الناس هل يدركون هذا الكلام؟ لماذا يتحملون العذاب والعناء والعار والغبار في المخيمات؟ يعني أنا أريد أن أفهم. الناس يا أستاذ في المخيمات يجب أن تفهم هناك نسبة كبيرة أصلا من الجزائر، من تندوف ومن ملعسل والخبي والعباطلة وحاسم منير وبشار وأدرار
وبرج المختار. وهناك مجموعة أخرى من الحمامي ومقطير وركشاش ومجموعة أخرى من نزوات. هذو لا يخسرون شيئا، أوراقهم جزائرية ومستقبلهم مضمون، ويعيشون مما تعطيهم ويعيشون في المخيمات مما تعطيهم البوليساريو. يشاركوننا في العلاج في الخارج، يشاركوننا في جولات الأطفال في الخارج، يشاركوننا في الدراسة في الخارج، وذلك عايشين لها بحبوحة نعيم. وأولئك هم الوحيدون الذين استفادوا من هذا النزاع. كيف يقال المثل، الفار يجي يرزق له فم الغار، حتى هما جاهم رزق من ثم كيندو واستغلوا الفرصة. الصحراوي الحقيقيين اللي جايين من الصحراء متأكدين على أنهم غرقوا في وحل أكبر منه، لهذا رجع العشرات منهم نحو بيرم مقري والزويرات ونواديبو، الداخلة، العيون، السمارة، طنطا، رجعوا عشرات منهم رجعوا، والمئات منهم رجعوا. ولكن حتى أولئك الذين رجعوا لم يكن المغرب في مستوى توفير لهم ما يثير رغبة الآخرين في العودة. هناك الكثير من الصحراويين رجعوا من المخيمات موجودين الآن في المغرب ما عندهم سكن، هناك من عنده حتى ورق تعريف. إذا حتى المغرب لم يكن ذكي في التعامل مع هذا الناس لكسب الناس. لهذا نحن نادينا بأن المجتمع الدولي في كلمتي أمام الأمم المتحدة، ناديت المجتمع الدولي أن يشجع ويدفع المغرب لتطبيق الحكم الذاتي لتعيش في إطار ضمانات دولية، لتعيش الإنسان الصحراوي حرا كريما، وساعة يبقى أحد المخيمات من الصحراويين الحقيقيين. أما التندوف لن يأتوا إلى الجزائر، لن يأتوا إلى الصحراء، ذوك عندهم ديارهم وعندهم منازلهم وعندهم وظائف في الجزائر. نتكلم عن النسبة الصحراوية الحقيقية، وهذا هو الكثير من الناس ما هو فاهم هذه الوضعية. ولهذا السفير المغربي في نيويورك أزعجهم لما قال لهم نحن حتى إذا سمحنا بدخول الصحراويين سنسمح فقط بأولئك الذين كانوا يعيشون في الصحراء أيام الاستعمار الإسباني. وهذا معناه على أنه نزع قرابة 70% من السكان الصحراويين اللي يستطيعوا الدخول إلى الصحراء، وأصبحت مشكلة كبيرة بالنسبة لهم. إذا المهم من هذا كامل هو البحث عن حل يجمع شمل هذه العائلات اللي تشتتت. ما سويتها السياسة، ما سويتها التخيل أو وهم بناء دولة على أن الشعوب تبقى مشتتة. يا أستاذ أنا قضيت 40 سنة ما شفتمون، 40 سنة ما لما شفت والدي، لا أمي ولا أخوتي ولا عائلتي، 40 سنة من 1973 إلى 2014 لما أصبحت عندي الجنسية الإسبانية. دخلت العيون وجدت عائلتي ولم أعرف أحدا من عائلتي. 25 سنة شاب، ما ابن الأخ وابن الأخت وابن العم وابن الخال لا أعرفهم. 40 سنة لا 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 تسمح بها السياسة ولا تسمح بها. هذه جريمة في حق الإنسانية، جريمة في حق الإنسانية. يعني يبقى الشعب مشتت إلى ما لا نهاية. التندوف ليسوا مشتتين، يوم العيد يجتمعون كلهم على مائدة العيد. أما الصحراء الحقيقيين هذه 45 سنة لم تجتمع عائلة متكاملة حول مائدة العيد أبدا. هناك واحدين في المخيمات وواحدين في المناطق التي يديرها المغرب. هذه المشكلة اللي إذن هذا يجعلك تشعر على أن هناك هذا يجعلك تشعر على أن يجعلك تشعر على أن اسمح لي أغلق هذا الهاتف لأنه يزعجني. أيوة أغلق. تمام. إيه واسمح لي هذا اللي عيط لي نظن عنه واحد من البوليساريو يتابع الحلقة فقد أزعجته، لأنه واحد من البوليساريو من المخيم. واحد من البوليساريو من المخيم. هذا الاتصال الذي أنا أزعجته الحلقة لهذا أراد أن يزعجني. إذن نشوش عليك. طيب أنت كنت تقول عن التندوف وكيف يقضوا أيام العيد. إذا التندوف مرتاحين مستغلين عايشين على الوضع، ولهذا لا يريدون حل للنزاع، لأنهم يقولوا إذا حل النزاع ومشوا عنا الصحراويين سنعيش في جحيم. تندوف جيناها قرية خالية تعوي فيها الذئاب، الآن أصبحت من أكبر الولايات الجزائرية وفيها جامعة. تصورت هذا كله بفضل القوة الشرائية للصحراء في المخيمات. لهذا يقال لك ما وقع في المخيمات هو أن مصائب قوم عند قوم فوائد. طيب واستفادت. هل لديك نسبة عن الصحراويين الحقيقيين في المخيمات؟ كم عددهم؟ كم نسبتهم؟ لا ليست هذه نسبة حقيقية لكنني أظن أنهم لا يتجاوزون 28%. الصحراويون حقيقيين اللي جاي من السمارة، جاي من طنطان وقليميم والداخلة والسمارة والعيون وبجدور. طيب
هل هم محتجزون؟ هل يستطيع أن نسمي هل هم حرية الحركة؟ يعني الذي يريد أن يعود إلى المغرب يستطيع أن يعود ولا محتجزين؟ لا لا لا، الاحتجاز كان قبل 91. الآن الطريق مفتوحة، اللي يبغى يمشي واللي يبغى يقعد. فيها قدر من الصعوبة. أولا الجانب المالي لكي تسافر، وثانيا الرخصة، لا بد لك من رخصة من الجزائر ومن البوليساريو لكي تسافر. لكن المشكلة على أن الناس ما عارفة، لا تعرف إلى أين تمشي. 10,000 منها التحقوا بالمغرب ولم يكونوا طعم جذب، لم يتعامل معهم المغرب بالدرجة الذي يجعلهم وسيلة جذب للآخرين، وهذا هو اللي يجعل الآخرين يعيشون على ذلك الحلم، على ذلك الوهم. اليوم حل، غدا الحل، الأمم المتحدة جاءت الحل، غدا حل، واليوم غدا 47 عام نحن ننتظر اليوم وغدا، اليوم وغدا. لحظة، في سؤال يفرض نفسه الآن، وأنت تطالب صدق. بالحكم الذاتي، والحكم الذاتي لابد له من استفتاء أولا. أنا لا أدري، أنت بعظمة لسانك تقر أن التركيبة السكانية في المخيمات ملخبطة، ليسوا صحراويين من أصحاب البلد. علشان تعمل حكم ذاتي أعتقد لابد من استفتاء، وليستفتوكم أنتم كصحراويون، هل تريدون أن تبقوا مغاربة تحت السلطة المطلقة للمغرب، أم تكونون تحت السلطة المغربة بحكم ذاتي؟ هناك لخبطة في التركيبة السكانية. أنتم الآن بحاجة إلى غربلة. من يغرب؟ من تشابهت علينا البشر تشابهوا. لا أستطيع أنا، لأن الآن لو ذهب أسعد الشرعي إلى المخيمات، كيف سأميز الصحراوي من المالي من الجزائري من هؤلاء؟ تشابه عليكم البقر. شوف يا أستاذ، البشر يا أستاذ، البشر. البقر على أصحاب موسى عليه السلام، ونحن تشابه علينا البشر. هذا الاستفتاء الذي تحكي أنت عنه هو الاستفتاء تقرير المصير التي قررت الأمم المتحدة إقامته في الصحراء منذ 32 سنة. تأكدوا أنه مستحيل بحكم هذا التشابه. لهذا إذا قررنا الحكم الذاتي ليس هناك استفتاء. الحكم الذاتي هو أن تقرر الدولة المغربية تحت إشراف الأمم المتحدة أنها تعطي للصحراويين الموجودين في الصحراء الحكم الذاتي لتسيير أمورهم وشؤونهم الاقتصادية والثقافية وغيرها بأنفسهم. ساعتها الصحراوي الحقيقيون اللي في المخيمات لما يشاهد خوه وعمه وخاله يسيرون الصحراء الحقيقية في العيون السمراء الداخلة، لا يبقى في المخيمات، سيتوجه إلى الصحراء. إذن القضية الحكم الذاتي ليس استفتاء. الاستفتاء هو الذي لم يتحقق لأن نظر لهذا التشابه، لهذا الخلط. أما الحكم الذاتي لا يحتاج إلى استفتاء. الحكم الذاتي يستند فقط إلى قرار شجاع من الدولة المغربية بمباركة من الأمم المتحدة وسينتهي النزاع. أما إذا كنتم تنتظرون موافقة البوليساريو، الحكم الذاتي لن توافق أبدا لأنها تحت إشراف الجزائر، والجزائر لن توافق أبدا. الجزائر تريد نصيبها من الغنيمة، والمغرب لا يعتبر الصحراء غنيمة لكي يقسمها مع الجزائر، وبقية القضية هكذا إلى ما لا نهاية، وستبقى إلى ما لا نهاية 50 سنة أخرى. ومن الخاسر من الخاسر؟ النساء والأطفال والكهول الذين يعانون تحت الخيام 50 سنة. هذه هم الضحية. الله، أنا الآن أستغرب، وأنت أكيد تستغرب، والمشاهد الكريم يريد أن نوضح له هذه النقطة. على الأقل المغرب أدارت صراع وتنمية، يعني هي أدارت صراع في ملف الصحراء، وفي نفس الوقت أوجدت مدن جميلة. أنا دخلت مصنع الأسماك في بوجدور، يعني شيء بديع، شيء جميل يصدر للعالم. السردين المغربي. طيب لماذا لم تبني لهم يا أخي؟ إذا خلاص أنت احتجزت لك ما أدري كم عدد ناس منذ 47 سنة، لماذا هم في المخيمات إلى الآن؟ لماذا لم تبنى لهم مدينة مثلا، أو بناء، أو حياة كريمة؟ أنا أريد، هل النظام الجزائري يتعمد أن يبقيهم فقراء حتى يأتي اللجان وحقوق الإنسان ويتاجر بهم هكذا ويقول انظروا النظام المغربي يطردهم والنظام المغربي؟ لماذا لم يبنى لهم حياة كريمة إلى الآن؟ ولماذا يتاجر لهم كأنهم قطيع من الماشية للأسف الشديد؟ يعني وضح هذا النقطة للمشاهد الكريم. سؤال مهم. 2016 نظمت الجامعة الإسبانية ندوة للنخبة المثقفة في الجامعة حول الصحراء الغربية، وحضرت لها باسم خط الشهيد، وحضر لها السفير الجزائري، وهي مسجلة والجميع يعرفها. بعد تدخل السفير الجزائري قلت له يا سعادة السفير، نحن نعيش في جو رهيب
النساء والأطفال في درجة حرارية تصل 56 درجة صيفا وشتاء تحت الصفر. والدولة الجزائرية تستطيع أن تبني لكل عائلة بيت ومطبخ وحمام، وهذا لن يكلف الدولة الجزائرية أكثر من 100 مليون دولار، وهي لا تعني شيئا بالنسبة للطفرة الجزائرية. لماذا تتركوننا نعيش في جحيم قرب دولة بترولية تفيضها الأموال؟ لم يجبني. كلما قال لي أنا لا أتدخل في الصراع ما بين أجنحة دخل البوليساريو، ذلك لا يعنيني. إذن هذه القضية الجزائر كما قلت لك تريد أن نبقى هكذا لكي تبيعنا للمنظمات الدولية، ولكي تقول المغرب ظلمهم، شردهم، قتلهم، يعيشون تحت الخيام، تتاجر بنا. المتاجرة بمعاناتنا تستفيد منها الدولة الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري والخطوط الجوية الجزائرية والجيش الجزائري والقيادة الجزائرية، ومن بقي من هذا يصل للصحراويين يصل قليلا. إذا الآن في 2022 بدأت الجزائر بالحملة اللي قمنا بها كمعارضين تتفضل للقضية، فأدخلت لنا الكهرباء بعد 45 عام، والكهرباء ضعيفة وتتقطع. وبعد ذلك سمحوا لنا لمن لديه الأموال أن يبني بالأسمنت وليس بالطوب هذاك اللي هدمته السياسة بعد 22 سنة. ماذا أصبح تفسيرنا لهذا؟ تفسيرنا لهذا هو أن القضية تريد منها الجزائر بقتل البوليساريو البقاء كما هي إلى ما لا نهاية، لأنهم مستفيدين منها، والخاسر دائما والضائع هم النساء والأطفال والكهول الذين يعانون في جحيم الحمادة. جيد. طيب، لكن المندوبية البوليساريو في الخارج في نعيم مقيم، يعني مرتبات ومخصصات مالية جزائرية تكفي لأن تبنى مدينة كالعيون هناك. الجزائر تغدق عليهم الأموال اللي في أوروبا واللي في أماكن هكذا، بينما المسكين الذي في المخيم كما شرحته أنت، وهذه يعني مأساة كبيرة. طيب، أنا عندي سؤال أخير، بقي من الوقت تقريبا ربع ساعة إن سمحت لي. طبعا هذا هو الجزء الأول، ونستسمحك في جزء ثاني إن شاء الله سنعلن عليه سابقا أو لاحقا إن شاء الله معك، لأنه الأسئلة عندي كبيرة جدا. بصراحة وبوضوح للناس، ما هي أهداف الجزائر في دعم البوليساريو؟ أهداف الجزائر في دعم البوليساريو أولا لكي لا يتفرغ المغرب لمناقشة الحدود المغربية الجزائرية. شرقية في الشرق، شرقية بالنسبة للمغرب والغربية بالنسبة للجزائر. خليني أسجلها لأن تهمني هذه الإجابة يعني بالدرجة الأولى، حتى لا يتفرغ المغرب للصحراء الشرقية تماما لنقاش الحدود المغربية التي ما زالت حتى الآن بين قوسين من عهد الاستعمار الفرنسي. جميل، واحد. هذا اثنين. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة لكي تكون هناك قوة مزعجة للنظام المغربي إذا تجاوز حدوده في التعامل مع الجزائر. النقطة الثالثة لكي نجعل من هؤلاء الصحراويين الذي ضربنا المغرب بهم في 1962 أثناء حرب الرمال، نجعلهم قوة تضرب المغرب بعد ذلك. وهذه يجب أن تسجلها، لأن حرب الرمال هي العقدة اللي ما زالت حتى الآن لدى الجنرالات الجزائريين لمعاداة المغرب وليستخدموا الصحراويين ضد المغرب. وأخيرا لكي تكون البوليساريو والصحراويين جنوب تندوف حجرا في حذاء المملكة المغربية لكي لا تستطيع أن تمشي باستقامة. ما دام أنك تدرك كل هذه الأمور وتدرك كل المخطط الجزائري، لماذا تصرون على مسألة ألا تكونون مغاربة كالمغاربة يا أخي، وتكونون في صف المغرب حتى تعيشوا بكرامة وتعيشوا وأنتم أمام دولة تستخدمكم بكل صلف يا أخي؟ أنت مصر على الحكم الذاتي. أي حكم ذاتي وأنت لا تعيش حتى بالماء والكهرباء في المخيم؟ أي حكم ذاتي وحتى التنفس عندك في المخيمات تتحكم فيه الجزائر؟ ما الذي يمنعك أن تكون مغربيا كالمغاربة وتعلن مغربية المطلقة، حتى أقل شيء تسقط أو تسحب البساط من تحت تبون وجماعة وشنقريحة وإبراهيم غالي؟ لماذا الإصرار على الحكم الذاتي أستاذ المحجوب؟ هذا السؤال ما كان ليطرح لولا احتقار المجتمع المغربي للشباب الصحراوي. احنا كنا مغاربة يا أخي. أنت كررت دقيقة أنت كررت مسألة الاحتقار هذا
فصلها حتى يفهم المغاربه يا اخي، اذا في اخطاء الى شو. لما جيناهم، لما احنا مغاربه وكنا ندرسوا في المغرب وعندنا بطاقات وطنيه، كل المؤسسين البوليساريو مغاربه وكنا نقراو في المغرب وعندنا بطاقات وطنيه مغربيه من الولي الى اخر واحد فينا. طيب هذا الناس لما طلبنا من المغرب يعاوننا 72 و73، بدل ما يعاوننا عذبنا، قالنا روحوا حرروا الصحراء، ومشينا حرر الصحراء وخلق النزاع وحرب 16 سنه، وانت تقول لي ارجع اعود المغرب. قلت له يعود مغربي لو توافقوا معي 72 ما كانش كاع مشكله. لكن هنا دخلت القوة الكبرى واصبحت النزاع تابع للأمم المتحدة ويناقش كل يوم في الأمم المتحدة كانت تتصل في الاستعمار، وتقول لي الآن كن مغربي. إذا داكور اسمح لي نكون يا اخي مغربي. لحظه، انا اقصد بكل عيوب المغرب افضل من الجزائر يا اخي الذي يمتهنك. ولكن ليس لدينا خيار. الجزائر استقبلتنا واعتمدنا وسلحتنا وحاربنا عن طريقها. اذا ليس بسيطا فقط السلام عليكم ارجعوا قولوا عنكم مغاربه، ارجعوا قولوا عنكم مغاربه. ثم ماذا استخدمت؟ ثم ماذا؟ هل حررت شيء؟ هل عشت في لا شيء؟ لا هل حققت لم هدف؟ لم نقم مع عذاب المعاناه والتشرد والتشتت. لكن افهم معي يا استاذ، افهم معي يا استاذ. انا لما عانيت وخلقت 16 سنه من الحرب، يعني عاد في الدماء وفي شهود، في دماء تفصل بيناتنا وفيها شهداء. الحل اصبح استفتاء تقرير المصير. استفتاء تقرير المصير تاكد لما تشابه عليهم البقر او تشابه عليهم البشر كما قلت انت، تاكدوا ان لا مكان له. اذا بقي الحكم الذاتي. اذا على المغرب ان تكون لديه الشجاعه لكي يتدخل لدى الامم المتحده ويقول تفضلوا انا ساعطي الحكم الذاتي للصحراويين الموجودين في المغرب. يا اخي انت ولما يشهد الصحراوي المخيمات على الناس سيروا الصحراء زي يتمشوا لها، اما انا تقول لي في المخيم السلام عليكم وانا مغربي وعفى الله عما سلف بعد 45 سنه. سامحني انا الان انت المفروض انت كقائد او كانسان صحراوي يا اخي تحسبها بمبدا الربح والخساره. دعك من المثاليات هذه وتقرير المصير وثرنا. انت امام دوله، اولا المغرب عمق تاريخي، ثانيا هي اقرب اليك. انت كنت مغربيا كما تقول انت، ودرست في المغرب وعشت في المغرب وتحمل جنسيات مغرب. هي اعمق من الجزائر واوفى من الجزائر وافضل من الجزائر. من باب اولى انت الان مساله الحكم الذاتي غير وارده، مش موجوده، ما في امل الان حاليا. انت امام ناس يعيشون في العيون، في مدرسه، في مستشفى، في عيشه كريمه، واخر لماذا لا تختار؟ ما الذي يمنعك ان تختار؟ اما ان تبقى في الذل مع الجزائري او تعيش كريما مع المغربي. ليس لديه طريقه للاختيار. هذا واقع فرض عليه 40 سنه. والصحراوي اسمع، الصحراوي يا استاذ وانت يمني، والصحراوي اصلا من اليمن، الكرامه عندهم اكبر من الخبز، يفضلون الكرامه عن الخبز. اذا عيب عن الصحراوي يعطى 40 سنه يكافح ويجاهد نجم هذول، وفتالي يقول لك السلام عليكم واتيكم خاضعا. لا اعطيني حل تضحياتي. انا لي 45 سنه اعطيت اولادي واعطيت الناس وماتوا في اخوتي واخواتي. اعطيني حل يشجعني على انني ارجع لوطني واكون مغربيا. اعطيني حل، ليس فقط السلام عليكم يلا ارجعوا مغاربه. لا المغاربه يقولها 72، لكن ارجع مغاربه ما اعطيني حل يرضي نكون مغربي. ما اعطيتني حل. اذا انا راني هنا اعاني في الحماده، على الاقل تحت شعارات رنانه: الكرامه والاستقلال والدوله والجمهوريه الصحراويه وغير ذلك من الشعارات التي تعيش عليها الناس سنوات طويله. هل انت فضلت ان تكون في المخيمات ولم تذهب الى العيون ولم تذهب الى المغرب؟ لماذا اخترت المخيمات انت؟ لا انا اخترت المخيمات نتيجه لظروف بدايه الثوره وظروف الثوره، وقناعتي كانت قبل، لكن لما تغيرت قناعتي خرجت من المخيمات. انا لا ادخل، انا محرم علي دخول المخيمات حاليا. لا ادخل المخيمات، محرم علي دخول الجزائر. العيون والداخله هل محرمه عليك ايضا؟ لا قست المخيمات وقست الداخله وقست العيون وقست بوجدور وقست الصباره وقست الطنطان. لا واقول لك صراحه العيون مشيت عنها 72، جيت 2014 يعني بعد 42 سنه لم اعرفها نهائيا. لم يبقى شيء من العيون اللي كنت اعرفها شيء، لم يبقى منها شيء. مدينه بكل ما في الرقي من مدن احسن من عواصم الكثير من الدول الافريقيه. انا لا انكر على ان المغرب بنى الصحراء واسسها وعدل فيها، لكن الصحراء كذلك باهلها، ابني معها اهلها، اعطي قيمه لاهلها، اعطي كرامه لاهلها، اعطي مشاركه لاهلها. انت لك هويه غير المغربيه، مثلا لك هويه اسمها صحراوي؟ انا حالا لدي هويه اسمها اسبانيا، لاني عندي الجنسيه الاسبانيه باعتبار اني ازددت. اسمح لي نقول لك، باعتبار اني ازددت في اقليم اسباني قبل 1975 واعطوني على ذا الاساس الجنسيه الاسبانيه. اذا انا اسباني لما نوصل هذا، لكن تاريخيا وثقافيا انا مغربي. ما يقدر ينكرها حتى واحد.
لكن المغربي لما يضربني ويقول لي روح حرر الصحراء ومشيت، قعدت مع القذافي وقعدت مع هواري وبدي، وانتم هم اللي دفعتوني، انتم هم اللي دفعتوني. علاش تدفعوني؟ انت لما يدفعك بوك وتمشي تعود اذا مسؤوليه الاب. اذا 72 لما طلعوا يعاونونا، ما عاونونا، عطاونا الهواء قال روحوا حرروا الصحراء، مشينا جانا القذافي مرحبا بكم، هالاموال هالديرات جابوا موديل مرحبا، ايوا صافي استغلونا وكبرت القضيه واصبحت خارج ايدينا، اصبحنا احنا هم الضحيه. فهمت يا استاذ؟ طيب يعني انت ماسك مساله 72 كانها يعني عقده يعني. هذيك هي اللي غيرت، هذيك هي اللي غيرت الوضع، هي اللي غيرت الوضع في شمال غرب افريقيا. لكن الوضع شئنا ما بينا حقيقه تاريخيه لا يجب نكرانها. يجب ان لا نخاف من التاريخ، يجب ان لا نخاف من التاريخ. واذا اردنا ان نراجع اخطائنا وان نبني المستقبل يجب ان نكون انطلاقا من نظره واقعيه للتاريخ. فالتاريخ فالتاريخ يهاجر والجغرافيا لا تهاجر. جميل. يعني انا اقصد انه الامور تغيرت الان، الدوله المغربيه الان تفتح لكم يدها وقلبها وبلدها. يعني ما الذي يمنع المحجوب السالك اليوم ان يشد الرحال ويعود الى العيون مواطنا صالحا يخدم بلده الصحراء في اطار الدوله المغربيه؟ ما المانع يا اخي؟ ما المشكله الذي المانع يا استاذ على انني انا في بدايه الثوره لما اسست الثوره وعن طريق الاذاعه البوليساريو والصحراء الحره جلبت الاف الصحراويين الى المخيمات. فمن العار والعيب ان ارجع انا لحل مشكلتي الذاتيه ويبقى مئات الصحراء في المخيمات. انا لما تنحل مشكله المخيمات تنحل مشكله الصحراويين، انا مشكلتي محلوله. مشكلتي ما هي مشكله تبقى مشكله شخصيه، مشكله افراد جبناهم للمخيمات يجب ارجاعهم الى اهلهم، الى ارض وطنهم. يجب نزعم بالجزائر، نزعم من القياده التي تتاجر بهم. تشعر بالذنب تجاه هؤلاء الناس الذين تماما لاني جبتهم تحت شعارات رنانه، جبتهم تحت الكرامه والاستقلال والحريه، واول من اهان كرامتهم هي قياده البوليساريو، اول من سجنهم هي قياده البوليساريو، اول من عذبهم هي قياده البوليساريو. اذا الحل بالنسبه لي انا لا ابحث عن حل لي كفرد زعيم بوليساريو، لا ابحث عن حل لنساء اتينا بهم المخيمات واصبحوا تجاره في يد القياده وفي يد الجزائر. يجب ارجاعهم الى وطنهم ليعيشوا كرماء رؤوسهم مرفوعه في ظل دوله الحق والقانون في اطار حكم ذاتي مع الدوله المغربيه. جميل. يعني طيب يا اخي، اقل شيء هل في امكانيه مثلا ان هؤلاء الثله القليلون من الصحراويين في المخيمات ان يثوروا كذا وينتفضوا على الوضع في المخيمات وينتفضوا لكرامتهم؟ كما قلت انت ان الصحراوي كرامته عنده اهم من الخبز الجزائري. يعني هل في امل انهم ينتفضوا؟ يحرضوهم كما ورطتموهم وجلبتموهم، كما جلبتموهم وورطتموهم الى المخيمات، حرضوهم ان ينتفضوا على هذا النظام الجزائري. يا اخي انتفاضاتهم متكرره يوميا، وانتفاضاتهم مكتوبه يوميا للمدونين، ولكن المشكل على ان قياده البوليساريو عندها السلاح وعندها القوه العسكريه وعندها كل شيء ومسيطره على كل شيء. لا تستطيع واحد من اطارات، من اعظم اطارات البوليساريو اسمه الخليل احمد، تم اختطافه وهو الان مصيره مجهول لدى الجزائر، من اطارات البوليساريو. من يسأل عنه الان؟ طيب أنا طبعا أشكل علي مسألة الحكم الذاتي، وأنه لابد أن يكون لك كصحراوي دولة. أنت على الأقل ماشي دولة، لا حكم ذاتي في إطار الدولة المغربية، على الأقل سير ترابي وطني واردي اللي استحقيتها بكفاحي وبنضالي ومعاناتي استحقيتها. إذا الحكم الذاتي هو ثمرة من ثمرات نضالي وكفاحي 45 سنة. اذا لا تحرمني منها ذاك قلت لنا عليك ضد الانفصال، حتى احنا فينا مع الانفصال. مرحبا وسهلا بحكم ذاتي في اطار الدوله المغربيه بضمانات دوليه، ومرحبا واهلا. يعني اذا كل دوله، اذا كل مقاطعه او كل اقليم حرر نفسه يقوم يعمل له حكم ذاتي هكذا؟ لا اسمح لي يا استاذ، ماشي مقاطعه مشكله الصحراء الغربيه يناقش في الامم المتحده يوميا تحت يافطه تصفيه الاستعمار. يا اخي في الدخله اللي جيت انت في العيون وبالجور هناك بعثه الامم المتحده، لا توجد لا في الطنطان ولا في الريف ولا في اكادير ولا في اسفي. اذا هناك نزاع، ونزاع تشرف عليه الامم المتحده. اذا انا اتكلم عن حل للنزاع تشرف عليه الامم المتحده، لا اتكلم عن حل. لا تقول للمغرب مثلا اعطي الحكم الذاتي للريف واعطي الحكم الذاتي لسوس واعطي لا 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 هذوك ما نحن نتكلم عن نقطه نزاع نقطه نزاع، منطقه نزاع. اذا يا استاذ ما دام اسهل شيء منها هو لا حلين، ان تبقى القضيه مشتته الى ما لا نهايه، او نعطي حكم الذاتي ونخلوا الصحراويين يصطلحوا ويسيروا امورهم الحلين هو اما ان تعيش بكرامه في ظل الحكومه المغربيه او تظل في الذل الجزائري، ما عندك ثالث. لا هو اما ان نعيش في الصحراء في ظل حكم ذاتي تحت السياده المغربيه وظل في الظلم الجزائري، قولها بهي الطريقه.
أفضل يعني وأسهل. هي المشكلة في الحكم الذاتي. هل ترى محمد السادس يعني الملك الحالي كيف تراه في التعامل مع هذا الملف يعني؟ لا كان ذكيا وكان شابا واعيا ومسؤولا، والله يطول عمره، هذا ما عندي ما نقول. لكن نظن عن المحيطين به لا يتعاملون مع موضوع الصحراء بالجدية التي يستحقها. وثانيا هناك مجموعة من سياسة الريع الذين يحلبون الدولة المغربية بس من النزاع في الصحراء الغربية، هذا هم أكبر عدو لهذا النزاع ولا يريدون له حلا لأنهم يستفيدون من تلك الوضعية. إذن نحن الآن أصبحنا في وضعية قيادة البوليساريو والجزائر تستفيدون من النزاع، وسياسة الريع وهذا اللي يحلمون الدول المغربية في المغرب يستفيدون من النزاع، وهذا كلهم لا يريدون حلا لهذا النزاع. والخاسر قلت لك من هو النساء والأطفال والكهول الذين يعانون تحت الخير 45 سنة. إذن على صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن يفرض على من حوله تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء للصحراويين، وساعتها سينتهي الحل، بغات الجزائر ولا ما بغات. لماذا؟ لأن كل الصحراويين الحقيقيين اللي في المخيمات سيتوجهون إلى الصحراء ليشاركوا في بناء دولتهم وفي بناء إقليمهم وبناء وطنهم، ويبقى الصحراويين الجزائر لن يأتوا، وتنتهي القضية. بغات الجزائر لكن ما الحل، ما كان هناك حل حكم ذاتي ستبقى القضية كما هي. هناك في تندوف يغننون ويهتفون بتقرير المصير والاستقلال، وهناك في الصحراء يعيشون ويبحثون عن مستقبلهم. هذه القضية. أنت تقول الحكم الذاتي أستاذ، الصحراويون عايشون في العيون ولا مفكرين في حكم ذاتي ولا حاجة وفي الداخل. يعني لو تم استفتاء اليوم هل تريدون حكم ذاتي أم كما أنتم عليه في الحكومة المغربية، سيختارون ما هم عليه الآن. يعني الحكم الذاتي هذه في رؤوسكم أنتم، يعني ما عاد بقي إلا أنت ربما، كم عددكم الذين قاعدين مصرين على الحكم الذاتي ومصرين عليه ومنتظرين الأمم المتحدة الذي يومها بسنة، يومها ب10 سنين. الأمم المتحدة عمرها ما حلت قضية في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي. يعني أنت والدك كان في الجيش المغربي كما قلت، كان يدين للدولة المغربية، وأكيد جدك نفس الشيء. وأنت لا جدي كان مع إسبانيا. جدك كان مع إسبانيا؟ إيه. والدي كان مع إسبانيا، ولكن ذهب عن إسبانيا والتحق بجيش التحرير وخاض ليضرب إسبانيا. طيب عندما جاءت إسبانيا إلى هذا الإقليم من كان فيه؟ هل كانت فيه دولة؟ لا، كانت فيه قبائل عندها نظام خاص بها، وإسبانيا وقعت دخول الصحراء مع هذه القبائل مع أولاد ليم، مع رقيبات، مع تكنا، وقعت معهم اتفاقية مع أولاد العروسيين، مع أولاد تدرارين، وقعت معهم اتفاقيات لدخول المنطقة. لم يكن هناك دولة وعلم ورئيس. لا كانت مجموعة قبائل عندها نظامها الخاص بها كقبائل بدوية. ولا تدين لأحد. لا خارج الطاعة، هذه الطاعة المعنوية للشرفاء المغاربة. لأن احنا حتى لما أعلنا الثورة كان أبانا وأجدادنا يقولون الله ينصر السلطان ويهدي الأوطان. هذا شعار نعرفه عند أباد، الله ينصر السلطان ويهدي الأوطان. إذا كان ديك العلاقة. وحتى لما الشيخ مال عنين والمجاهدين اللي معه ذهبوا إلى المغرب ليطلبوا الدعم والسلاح ليكافحوا الاستعمار الفرنسي. إذا العلاقة مع المغرب كانت زينة، لكنهم أنهم كانوا تابعين لهم. هناك المغرب عين بعض الشيوخ في العيون وفي الداخلة وفي السمارة، لكن بالتبعية كدولة مغربية معترف بها لا، كانت مجموعة قبائل. لهذا إسبانيا لم تبحث عن التفاوض مع المغرب بل تفاوضت مع القبائل. آخر سؤال لك. تفضل. تعدينا الساعة. الجمهورية الصحراء الديمقراطية، هذا اسمها طويل أنا ما أحفظه للأمانة، لأنه معمر القذافي كذا يحط أسماء طويلة. ما موقفك منها يا أخي؟ هل تطمع أنت أن يكون هناك دولة؟ هل تنكر هذا المسمى أو هذا المصطلح جمهورية الصحراء الغربية؟ لا كحلم لا أنكره، ولكن كواقع مستحيل إيجاد دولة ما بين المغرب وموريتانيا، وهذا تعرفه الأمم المتحدة وتعرفه الدول الكبرى. ونقطة أخرى أهمية مهمة هو أنه أي شيء في الصحراء يا دولة يا حكم يا إما تابع المغرب وتابع الجزائر. هذه الحقيقة المنطقية اللي استفدنا منها خلال 45 عام من هذا النزاع. هذه الحقيقة رغم مراتها. أنت ذكرت أسباب عداء أو دعم الجزائر للبوليساريو، ولكنك نسيت سببا رئيسيا، ما أدري هل أنت تؤيدني. هكذا يطرحه المحللون أن الجزائر تريد عن طريق الصحراء أن توجد لها منفذ إلى المحيط الأطلسي، ما عندها منفذ في المحيط الأطلسي. هل هذا أيضا مطمع جزائري توسعي؟ هذا ما اللي قلت لك 4 مرات، الجزائر تريد نصيبها من الغنيمة. هذه الكلمة درتها لك 4 مرات، ونصيبها من الغنيمة واضحة.
ولكن المغرب لا يريد أن يعطي شيئا من الصحراء لأنه يعتبر الصحراء مغربية. نعم. إذن هذه واضحة، لأنها في بعض الأحيان السياسة لا تقال الكلمات على عواهنها، ولكن لها المعنى واضح. طيب، هل تسمح لي بجزء ثاني إن شاء الله ننسق له في الأسبوع القادم إن شاء الله؟ تحت إشرافك أستاذ، ما عندي مشكلة ما دامت الفائدة هو نهاية بعد